صهيب حماد يبيع شراب السوس في سوق الخضار منذ 5 سنوات. يبيع الكأس بربع دولار. تضاعف سعر السكر وهو المكون الأساسي لبضاعته، وبقي سعر الكأس كما هو ولا مشتري. يقبل أبو ماشي هو أولاده، إذا ما كانش معه مصاري يلف طريقه يبعد عن طريقي، يبعد عن طريقي بصراحة. صار يستحي، لأنه إذا ابنه طلب شغلة صار يجي بس الأب والمرأة عرم الله يفوتوا، يتحوج أغراضه ويضل يخلي ابنه بالبلد، يخلي ابنه بقريته، يخلي ابنه بمخيمه. فيش معهم مصاري، فيش ماديات. بقدرش أجيب لهم مثلا 2 كيلو لحمة، بدي مثلا 240 شكل يعني بشغل يعني 3 أيام. الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على سلة غذائية إسرائيلية تكون باهظة الثمن إلى درجة لا يتمكن معها متوسطو الدخل من شرائها، حيث أكد تقرير للأمم المتحدة أن ثلث العائلات الفلسطينية تعاني من انعدام الأمن الغذائي. من ناحية هناك ارتفاع كبير بالأسعار، ومن ناحية أخرى هناك تراجع حقيقي في المدخول للعائلة الفلسطينية المتوسطة، وبالتالي هذه العائلات الكثيرة التي تعيش حالة الوسطية في الدخل. البلد بترجع لورا والله. المجمدات ومعلبات محل زي هذا في نص البلد بتوصل الظهر، بتوصل الساعة 1 الظهر ومش داخل عليه خبز الزباين لأنه الناس ما معهاش مصاري. برنامج الأغذية العالمي والأونروا أثبت أن 1,600,000 فلسطيني كانوا يعانون انعدام الأمن الغذائي العام الماضي، وهو ارتفاع كبير مقارنة بنسبة 27% في 2011. وأضافت المؤسستان في بيان مشترك أن هذا التدهور ناتج عن ارتفاع نسبة البطالة ومراوحة النمو الاقتصادي والمشاكل المالية للسلطة الفلسطينية واستمرار الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وحصار قطاع غزة. أسعار اللحوم المجمدة في الأراضي الفلسطينية قد تصل إلى ثلث أسعار اللحوم الطازجة، فإذا كان القليل من الفلسطينيين ما زال بإمكانهم ارتياد هذه المحال لشراء اللحوم المجمدة، فمن المؤكد أن الكثير من الفلسطينيين لا يعلمون ماذا ستكون وجبتهم في الغد. من الأراضي الفلسطينية، خالد القاسم، العربية.